في أحد الأيام، كان هناك ثعلب ماكر يعيش في غابة كثيفة. كان الثعلب معروفا بحيله الذكية، وكان دائما يتجنب الفخاخ التي تنصب له من قبل الصيادين. في يوم من الأيام، شعر الثعلب بالجوع وقرر البحث عن الطعام. بينما كان يتجول، رأى دجاجة جميلة تجلس بمفردها في حظيرة. خطرت له فكرة ماكرة. اقترب من الحظيرة وقال للدجاجة: مرحبا أيتها الدجاجة، لماذا تجلسين هنا وحدك؟ ألم تسمعي عن الحفلة الكبيرة التي ستقام في الغابة؟ الجميع مدعوون، ويجب أن تكوني هناك. أثارت كلمات الثعلب فضول الدجاجة، فسألت: أحفلة؟ وما نوع الحفلة؟ رد الثعلب بابتسامة: حفلة مميزة، مليئة بالطعام والموسيقى. سأساعدك على الذهاب، لكن يجب أن تخرجي من هنا أولا. لكن الدجاجة كانت حذرة، فقد كانت تعرف أن الثعلب ماكر. فقالت: أحتاج إلى أن أستعد أولا، انتظرني هنا. استغل الثعلب الفرصة وبدأ يفكر في خطة جديدة. لكن قبل أن يعرف، جاء كلب الحظيرة وبدأ ينبح. شعر الثعلب بالخوف وركض بعيدا. وفي النهاية، تعلم الثعلب درسا مهما: أحيانا تكون المكائد والحيل غير مجدية، ويفضل الاعتماد على الذكاء والحذر. ومنذ ذلك اليوم، أصبح الثعلب أقل ماكرا وبدأ يبحث عن طرق أخرى للحصول على الطعام بعيدا عن الخداع.